الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه. ان شاء الله النهارده هيكون معانا درس جديد ومبسط وهو حساس الحركه. وحساس الحركه هو بيشتغل بالاشعه تحت الحمراء. يلا بينا نشوف الادوات المستخدمه معانا ان شاء الله في دايرتنا، دايره الحساس. عندي حساس حركه 1200 واط، لمبه، مفتاح MCB 16 امبير، عندي قصافة، مفك تيست، شريط لحام أسلاكي. يلا بينا نبدأ على بركة الله ونشوف الشرح عملي هيكون ازاي. ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح ما تنسوش تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الشرح بتاعنا. وقبل ما نبدأ الشرح بتاعنا أحب أديكم نبذة مختصرة عن الحساس الحركة. حساس الحركة هو بيعتبر من الأشياء المهمة ومنه أنواع متعددة زي حساس إنارة السلم أو حساسات فتح الأبواب، ومن الممكن أيضا إن أنا أشغله على التكييفات أو أشغله على المراوح، ومن مميزاته هي توفير الكهرباء. تاني حاجة من مميزاته ان انا ممكن ان انا احطه فوق باب الشقة، بحيث ان لو حد جاي قدام باب الشقة فالحساس بيقوم بالاستشعار، وفي الحالة ديت اللمبة بتنور قدام باب الشقة. يلا بينا نبدأ الشرح بتاعنا. اول حاجة انا عندي الحساس بتاعي. الحساس انا جايبه من شركة اللوتس عن طريق سوق دوت كوم، والحساس هو 1200 واط، وبيفرش الاضاءة بتاعته على زاوية 180 درجة زي ما انتم شايفين اهو. الحساس زي ما انتم شايفين انا عندي هنا وضع التايمر بتاعه اللي هو التوقيت الزمني، وهنا التوقيت بتاعه اللي هو بيشتغل ليل او نهار. هنفتح الحساس زي ما انتم شايفين. عندي في الروزيتا طالع منه 3 اطراف. الطرف الاحمر ده هيبقى طرف فردة اللمبة، والطرف الازرق ده فردة الارضي بتاعي، والطرف البني ده هتكون فردة الكهرباء. نبدأ ونشوف الدرس عندي. هبتدي ان انا اثبت الحساس بتاعي. ودلوقتي ثبتنا الحساس بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهنشتغل على الدايرة الموجودة على العلبة. انا هقرب لكم الرسمة اهي، ده شكل الدايرة بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا عندي اللمبة بتاعتي هتكون خارج منها طرفين، طرف هيكون لمبة والطرف التاني هيكون الارض بتاعي. هنوصل الاطراف بتاعتي على الروزيتا. زي ما انتم شايفين كده اهوت. دلوقتي هاخد الطرف اللي جاي من اللمبة اهو، هيروح عندي على الطرف الاحمر اللي طالع من الحساس. ادي كده اول طرف. هنيجي بعد كده هناخد فردة اللمبة زي ما انتم شايفين، ودي المفروض ان انا احطها في سكة الارضي او زي ما انتم بتسموه المحايد اهو. واطلع من المحايد اروح عندي على
الفردة الزرقاء اللي برضه في الحساس هتاخد فردة أرضي، يبقى أنا هنا عملت الأرضي المشترك. وآخر طرف هيكون عندي اللي هو فردة الكهرباء زي ما انتوا شايفين اهو. هيخش على الطرف البني. هاجي بعد كده، ده المفتاح بتاعي اللي هو بيغذيلي الدايرة بتاعتي او مفتاح الحماية بتاعي. بعد كده معايا الطرف الازرق، وده هيكون المحايد بتاعي او الفردة الارضي. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده الشكل بتاعي او النموذج بتاعي زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنرجع شرح مختصر. انا عندي فردتين نازلين من اللمبة احمر والفردة الازرق. الفردتين دول داخلين طرف منه داخل على السنسور الفردة الحمراء بتاعته، والطرف الازرق رايح عندي على الارضي، وهطلع من الارضي فردة مشترك ورايح بيه على الفردة الزرقاء اللي هي طالعة من السنسور، ودي فردة الارضي بتاعته. تالت حاجة اللي هي الفردة البني ديت هتاخد فردة الكهرباء اللي داخلة على المفتاح. هسيستم الشكل بتاعي ونرجع نشوف الدايرة. ورجعنا لكم تاني بعد ما سيستمنا الشكل بتاعنا الشكل النهائي. حبيت بس اضيف ملحوظة او معلومة ان الحساس ده هو لو انا عندي مساحة كبيرة من الجنينة بتاعتي او بالبيت بتاعي، ان انا ممكن احط كشافات وحساسات في كل منطقة واوصلها على الكهرباء. ومن هنا لو في اي جسم غريب دخل المكان ان شاء الله حتى لو كان جسم متحرك، فهو بيقوم الحساس على طول مباشرة بالاستشعار بالجسم، فبيقوم بالإنارة المكان بالكامل. ومن هنا هو بيديني حتة الأمان، ودي من فوائد بتاعته. وبرضه من الفوائد بتاعته هي حتة توفير الكهرباء، بحيث إن هو ما يبقاش شغال إضاءة باستمرار. بالعكس هو ما بيشتغلش إلا في حالة وجود جسم غريب بيقطع الإشعاع بتاعه. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرفع المفتاح بتاعنا كده. هو شغال زي ما انتوا شايفين. عاوز اوريكم حاجه يا رب تكون طالعه في الكاميرا. شايفين الاشعه تحت الحمراء اهي، تمام؟ حبيت ان انا اوريها لكم. الاشعه دي طول ما هي شغاله بالشكل ده اهوت، واول ما يجي جسم غريب على طول بتحس بيه، فعلى طول تلقائي بينور الاضاءه بتاعتي بتشتغل. وممكن ان انا اشغله على اكتر من كذا لمبه زي ما انتوا شايفين. هو طبعا من اقل هزه او حركه على طول بيشتغل اوتوماتيك، ودي من حته عوامل الامان اللي فيه بصراحه لقيتها. احب برضو اديكم حاجه، ان هو المصدر بتاع الكهرباء بتاعه بيخش له 220، التردد بتاعه 50، الحمل بتاعه 1200 واط، الاستهلاك بتاعه صغير جدا. درجة الزاوية بتاعت التغطية ان هو بيديني مساحة 180 درجة، وفي الحالة ديت ان هو بيبقى شايف كل اللي حواليه. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي الإضاءة بتاعتي فاصلة، وأول ما أحط إيدي على الحساس الإضاءة هتنور على طول زي ما انتوا شايفين كده أهو. بياخد توقيت زمني بتاعه أنا ظبطه على حوالي 8 ثواني، وممكن إن أنت بتزوده من 8 ثواني ممكن لحد تلت ساعة حسب ما انت عاوز مدة الإضاءة بتاعتك. وبكده نكون هنا حلقتنا، ويا ريت ما تنسوش تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحياتي أخوكم محمود المصري.